ومرات بابا مش بتعرفني ازاي اهتم بنفسي. بنوتة جميلة بعتالي بتقولي انا عندي 14 سنة ومرات بابا مش بتعرفني ازاي اهتم بنفسي. ممكن تقولي لي ازاي اهتم بنفسي؟ بس مبدئيا بس كده انتي حبيبتي وانا فرحانه ان انتي لجأتي لي، وهقول لك على حاجات بسيطه خالص هتخليكي زي القمر، هتخليكي فله. بصي يا ستي، مبدئيا لازم نهتم بغسيل اسناننا، نغسلها صباحا ومساء. مش هتقدري تستخدميها صباحا خليها مساء، بس اوعي تفوتي غسيل الاسنان لانه ضروري جدا ومهم جدا لنظافه الفم ورائحه الفم كمان. طب ايه كمان ممكن نعمله؟ هنشرب مشروبات عطريه طول اليوم. يعني ايه مشروبات عطريه؟ ينسون، نعناع، شمر. الحاجات دي بتساعد جدا على ريحتنا تكون كويسه. مش هننسى بقى ازاله الشعر اللي في الجسم. طب انا صغننه عندي 14 سنه هزيل الشعر ازاي؟ بما انك صغننه ومش هتعرفي تعملي اي حاجه غير انك يا تقصي يا تستخدمي اي كريم لازاله الشعر. طيب الفتره في فتره كل شهر بتاعه البنات الجميله دي، فترة البريود، مطلوب منك ان انت تهتمي قوي بنظافتك. الفوطة الصحية ما تلبسيهاش اكتر من ساعتين، ما بيبلكيش حساسية. وما تسمعيش كلام اللي يقولك ان انت في الفترة دي ما ينفعش تاخدي شاور كتير. يا حبيبتي خدي شاور يوميا، دي مهمة جدا لنظافتك الشخصية. بالنسبة لبشرتك لو هتقدري تستخدمي غسول مفيش مشكلة، مش هتقدري تستخدمي غسول ممكن اي صابونة زي صابونة الجليسرين بسيطة وسعرها على قد الايد وهتنضف بشرتنا عشان الحبوب. الفترة دي ممكن تظهر لك حبوب كتير، ما تلعبيش في الحباية. ريحتك لازم تكون حلوة على طول، ما تنسيش مزيل العرق. تهتمي قوي ان انت يوميا تستخدمي مزيل عرق. اهتميتي بريحتك واهتميتي بشكلك واهتميتي بمظهرك. ولو عندك اي اسئلة تاني ابعتيلي وانا بنفسي هرد عليكي. بحبك قوي يا جميلة. سلام.